ما هي الكورة سهلة وبسيطة، هي ليه بنعقدها وبنكلكعها؟ لما بتلعب صح الكورة بتبقى سهلة وبسيطة، وبتكسب بسكور، وبتكسب وانت مستريح، لعيبتك مستريحة، مفيش إصابات الحمد لله. الجهاز الفني بتاعك حالته الفنية والذهنية أدار المباراة بشكل جيد جدا. الجماهير مبسوطة وسعيدة بالأداء في المباراة. النهاردة النادي الأهلي بيقدم أداء وبيقدم مباراة رائعة جدا وممتازة جدا. النادي الأهلي النهاردة بيقدر يكسب بلدية المحلة 5-1 علشان يبدأ رحلة العودة لصدارة الدوري المصري الممتاز بعد تراجع نادي بيراميدز في نتائج الدوري في الأسابيع الأخيرة وتراجع الزمالك من بداية الموسم. النادي الأهلي واضح إنه عايز في خلال الأسابيع اللي جاية إنه يحسم صدارة الدوري ويركب الدوري من بدري علشان يقدر يركز في بقية المنافسات، خصوصا المنافسات الأفريقية. لما بتلعب الكورة السهلة البسيطة وبتستغل الفرص اللي بتجيلك في بداية المباريات بتسهل الماتش على نفسك. بس ده عنوان المباراة، لما بتلعب الكورة السهلة وبتستغل الفرص اللي بتجيلك بتسهل الماتش على نفسك. عندك مهاجم جات له فرصة في الدقيقة 4 جابها جول، سهلت الماتش على نفسك، فتحت الماتش، سهلت الماتش على زمايلك، سهلت الماتش على الجهاز الفني وعلى بقية زمايلك في الملعب. بس الكرة سهلة وبسيطة، ما نعقدهاش وما نكلكعهاش. ولكن مشكلة وقافة النادي الأهلي في السنين الأخيرة إنه لما كانش عنده مهاجم كفء كان بيفضل يضيع في فرص ويعرقب الماتش ويكهرب الماتش، الفرقة اللي قدامه تقفل أكتر، تتراجع أكتر، ما تعرفش تكسب الماتش، تخرج متعادل أو تكسب بطلوع الروح. لكن بمنتهى البساطة النهاردة عندك مهاجم كويس، فينشر كويس على الجون، يفتح لك الماتش من الدقيقة 4. الماتش يمشي معاك زي السكينة في الحلاوة، تجيب التاني وتجيب التالت وتجيب الرابع وتجيب الخامس، وفي الآخر بلدية المحلة يحرز هدف شرفي ملوش أي 30 لازمة زي أهداف شيكابالا بالظبط. في الآخر بتنتهي المباراة بفوز نادي الأهلي على نادي بلدية المحلة 5-1 بمنتهى السهولة. والقصة كلها إن أنت عندك مهاجم بيستغل الفرص. وسام أبو علي يا جماعة واضح إنه هيبقى إضافة قوية لخط هجوم النادي الأهلي. وسام أبو علي يا جماعة مهاجم بيضغط بشكل ممتاز على دفاعات الخصم، مهاجم سريع وبيتحرك في كل حتة في الملعب. وده من اهم سمات المهاجم، خصوصا في مهاجم النادي الاهلي، انه يكون بيعرف يتحرك ما بين خطوط، ما بين قلبي الدفاع، وانه يكون سريع علشان يستغل الكرات المرتده والكرات الطوليه اللي احنا شفناها النهارده اتلعبت كتير جدا في ظهر دفاع بلديه المحله خصوصا في الشوط الاولاني. وقدر رضا سليم يستغل واحده، قدر كمان وسام ابو علي يستغل واحده، علشان دي لعيبه سريعه، فانت اللعيبه السريعه هتقدر تستغل الكرات المرتده دي بشكل امثل. وده اللي عمله وسام ابو علي. صحيح الكره رجعت وراه شويه لما طبت على الارض، ولكن قدر ان هو برده يشوطها بشكل كويس جدا، يشوطها في البعيده، يحرز الهدف الاول، يريح زمايله، يريح فرقه النادي الاهلي، يبقى النادي الاهلي متقدم من بدايه المباراه ويلعب بقيه المباراه باريحيه كبيره. يمكن يا جماعه احمد عبد الرؤوف وبلديه المحله ابتدى المباراه بشكل خاطئ تماما، ولا منه ضغط عالي على النادي الاهلي علشان يمنع النادي الاهلي من التحضير فبالتالي يامن دفاعاته من هجمات النادي الاهلي، ولا منه قفل دفاعاته بشكل كويس وتراجع للخلف وقفل خطوطه علشان يمنع النادي الاهلي من احراز اهداف في مرماه. احمد عبد الرؤوف وفرقته بلديه المحله وقفوا في النص، سابوا الاهلي يلعب براحته ويحضر براحته. وكمان خط الدفاع بتاعه كان بيلعب دفاع متقدم بشكل مبالغ فيه، واللعيبه بتاعته مش عارفه تغطي التسلل، فكانت النتيجه ان اي كوره طوليه، وده اللي كان بيلعب عليه النادي الاهلي ومارسيل كولر في الشوط الاولاني. وواضح جدا يا جماعه ان مارسيل كولر مذاكر بلديه المحله واسلوب بلديه المحله كويس، فكان محفظ لعيبه النادي الاهلي ان هم يلعبوا الكرات الطوليه ويستغلوا سرعات رضا سليم ووسام ابو علي وكريم فؤاد في الخطوط الخلفيه. ويمكن ده السر ببدايه مارسيل كولر بالثلاثي رضا سليم ووسام ابو علي وكريم فؤاد، لان الثلاثه دول بيتميزوا بالسرعه، عندهم القدرات على اختراق دفاعات الخصم، عندهم القدرات الكبيره على استلام الكرات الطوليه في ظهر دفاعات بلديه المحله. وكانت النتيجه ان النادي الاهلي بيقدر يحرز 3 اهداف بمنتهى السهوله. اداء ممتاز جدا من مارسيل كولر ومن لاعيبه النادي الاهلي، تكتيك مميز جدا للمباراه واسلوب لعب مميز جدا وموفق جدا من مارسيل كولر ومن لاعيبه النادي الاهلي، واستغلال الفرص. جت واحده لوسام ابو علي من رامي ربيعه حلوه جدا، كره طوليه ممتازه جدا، بيستلمها وسام ابو علي بيحاول يسيطر عليها وبيشوطها في البعيده، بيحرز الهدف الاولاني. والكره الثانيه عمر كمال بيلعبها
ناحية الشمال للمنطلق السريع لتسليم اللي بيسيطر عليها برضه وبيلعب كرة عرضية بتعدي من قفشه عشان توصل لكريم فؤاد وبيحرز الهدف الثاني، بيشوطها بوش رجله وبيحرز الهدف الثاني. اما الهدف الثالث واسيست عالمي جديد من المتألق دائما امام عاشور، المجتهد دائما امام عاشور، الرئة اللي ما بتسكتش ابدا وما بتهداش ابدا في الملعب. امام عاشور بيعمل اسيست ولا اروع ولا اجمل لرضا سليم اللي بيروح انفراد وبيستنى الكوره وبيستنى على كورته لغايه ما تنزل على الارض وبيشوطها في الضيقه وبيحرز الهدف الثالث وبيخلص الماتش من الشوط الاولاني. يمكن يا جماعه كمان انا استغربت جدا من ان مارسيل كولر كان مخرج كريم الدبيس بره ال 18 خالص، وقلت طب مين هيبقى بديل علي معلول؟ بس فوجئت النهارده ان مارسيل كولر بيلعب بعمر كمال باك شمال. يمكن انا شفت عمر كمال بيلعب باك يمين، شفت عمر كمال بيلعب في وسط الملعب، شفت عمر كمال بيلعب جناح بيلعب مهاجم، لكن قصه انه يلعب باك شمال دي قصه جديده بالنسبه لي. وواضح ان مارسيل كولر هيبتدي يستغل عمر كمال في المركز ده ويعتمد على عمر كمال في المركز ده علشان يكون بديل لعلي معلول، لان طبعا علي معلول هيبقى صعب ان هو يلعب ال 90 دقيقه كاملين ويلعب جميع المباريات، فهيبقى عمر كمال واضح انه هيركزه او هيخليه يتمركز في الناحيه الشمال بديل لعلي معلول، وهيلعب ماتشات كتير جدا وهياخد ماتشات كتير جدا في الحته دي. فكان مارسيل كولر النهارده بيبتدي بعمر كمال ناحيه الشمال، قلبين دفاع منعم وربيع، وده المتوقع بعد اصابه ياسر ابراهيم. محمد هاني طبعا في الناحيه اليمين، ولينا كلام كتير على محمد هاني في الناحيه اليمين لان لا زالت جبهة محمد هاني جبهة مخترقة. بلدية المحلة طول الشوط الأولاني أغلب محاولاتها كانت من ناحية محمد هاني. عندهم لعيب أفريقي كده مش عارف اسمه إيه أو مش متذكر اسمه بالظبط، كان عامل قلق كبير جدا في ناحية اليمين من ناحية محمد هاني بعد الهدف الثاني للنادي الأهلي وبعد محاولة بلدية المحلة للرجوع للمباراة بعد الهدف الثاني، لأن بعد الهدف الثاني النادي الأهلي تراجع نسبيا في الأداء فادى فرصه لبلديه المحله انه يتقدم للامام. فكان بلديه المحله بيحاول يركز اكتر على ناحيه اليمين اللي هي ناحيه محمد هاني. اما بقى في وسط الملعب فكان بيعتمد مارسيل كولر على كريم نيدفيد رقم 6، وكان بيلعب قدامه ناحيه الشمال امام عاشور وناحيه اليمين قفشه. وسط الملعب بالنسبه للنادي الاهلي انا كان عندي فيه مشكله. ايه هي مشكلتي مع وسط الملعب في المباراه دي؟ ان انا الصراحه يا جماعه انا مش شايف كريم نيدفيد ينفع يلعب رقم 6 النهارده. كريم نيدفيد في رقم 6 بالنسبه لي فشل، لان انا مش شايف قدره كريم نيدفيد على استخلاص الكوره، قدره ضعيفه جدا. كريم نيدفيد بيستخلص الكوره ما بيعرفش يستخلص الكوره. كمان كريم نيدفيد لما بيضغط عليه بيعمل ميس باص كتير، ودي في رقم 6 خطر جدا. لو انت بتلعب مع فرقه قويه شويه لا هتقدر تستغل الكرات اللي بتتقطع من كريم نيدفيد كويس قوي، وهتقدر تشكل عليه خطوره كبيره من الكرات اللي بتتقطع من كريم نيدفيد. فانا الصراحه يا جماعه ما شفتش كريم نيدفيد مناسب تماما لرقم 6 النهارده كريم نيدفيد في رقم 6 لا ما اقنعنيش خالص خالص. فرق شاسع بينه وبين مروان عطيه، ما بيعرفش يستخلص كرات، كمان كرات كتير جدا بتتقطع منه لما بيتضغط عليه ضغط شديد، ودي مشكلة كبيرة جدا. ما ينفعش رقم 6 الكرات تتقطع منه بالصورة دي، ما ينفعش رقم 6 ما يكونش عنده القدرة على استخلاص الكرات. يعني أنا لما شفت إن بلدية المحلة ابتدى يمسك كرة شوية بعد الهدف الثاني للنادي الأهلي، حسيت إن وسط ملعب النادي الأهلي مش موجود، وإن هما بيخترقوا من ناحية اليمين. أغلب هجماتهم زي ما قلت كانت من ناحية اليمين في الشوط الأولاني بمنتهى السهولة. وسط ملعب مش موجود، يعني محدش بيضغط، محدش بيستخلص، ما شفتش استخلاص للكوره. يعني انا عايز اشوف احصائيه كده مثلا كريم نيدفيد استخلص كام كوره. اراهنك ان هو استخلص كورات قليله جدا جدا جدا. فكريم نيدفيد في رقم 6 لا في مشكله كبيره. كمان قفشه يا جماعه، قفشه بطيء جدا. قفشه النهارده بطيء جدا. قفشه ملوش اي حاجه في الماتش غير الاسيست اللي عمله لموديست، غير كده قفشه مش موجود في الملعب يا جماعه. قفشه بطيء جدا واللعب بيتعطل عنده. يعني لما بتكون الهجمه سريعه اول الكره ما توصل لقفشه الكره بتموت ودفاع بلديه المحله بيرجع، فخلاص اللعبه ماتت. فقفشه النهارده بطيء جدا، ما بيتحركش بشكل ايجابي. معرفش ماله، واكل لقمه تقيله ولا ايه، بس كان بطيء جدا وكان بيموت رتم لعب النادي الاهلي طول احداث المباراه. عايز اتكلم كمان يا جماعه معاكم على التغييرات. يمكن اول تغيير عملها مارسيل كولر كانت موديست مكان وسام ابو علي، وده طبعا شيء طبيعي جدا ان انت تريح المهاجم الاساسي اللي عندك واللي انت ممكن تعتمد عليه بشكل اساسي الفتره اللي جايه. وسام ابو علي تالق مع النادي الاهلي، احرز هدفين، فكان كفايه عليه جدا الوقت اللي لعبه ده، ونزل مكانه انطوني موديست. كمان علي معلول مكان محمد عبد المنعم، وهنا محمد عبد المنعم واضح انه تعرض لاصابه. بس همسه في ودني كده محمد عبد المنعم، يا محمد يا عبد المنعم انت في كورتين في الشوط الاولاني اديتهم هديه
لمهاجمين بلديه المحله. بس خلي بالك يا محمد عبد المنعم ان انت مستواك بيتراجع بشده، والاستمرار بالمستوى ده ممكن يهدد مكانك في النادي الاهلي في اللعب اساسي. خلي بالك يا عبد المنعم. فمعلول نزل مكان عبد المنعم. لما التغيير ده اتعمل ساعتها مين بقى اللي دخل قلب دفاع؟ عمر كمال دخل قلب دفاع، ومعلول لعب باك شمال مكان عمر كمال. ودي برضو حاجة جديدة، ان انت تستغل عمر كمال في قلب الدفاع، دي حاجة جديدة برضو ديت، يعني ابتكارة من مارسيل كولر ومحاولة الاستفادة من عمر كمال في المركز ده، لأن المركز ده النادي الأهلي للأسف يعني بيعاني منه، لأن عندك واحد زي محمود متولي تقريبا مصاب أغلب فترات الموسم فهو مش معاك، فأنت ما عندكش غير ثلاثة بس قلوب دفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم. فلما واحد بيتصاب بتبقى بتلعب بالاثنين الأساسيين، ويبقى عندك مشكلة لو في حد في الاثنين دول اتصاب، خصوصا كمان إن كمان خالد عبد الفتاح اللي ممكن يلعب في المركز ده مش موجود ومصاب حاليا. فمحاولة ان انت تستغل عمر كمال في المركز ده، ده تفكير ايجابي جدا. لكن انا والله يعني انا للامانه صعبان عليا الحته الهجوميه بتاعت عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد يا جماعه مميز جدا في ضربات الراس، ومميز جدا في التسديد على المرمى. لما انت تحطه في المركز ده هيصعب عليا قوي ان انا ما استغلوش في الناحيه الهجوميه. ولكن طبعا اكيد مارسيل كولر معذور مع الاصابات الكتير اللي بيتعرض ليها خط دفاع النادي الاهلي. مارسيل كولر معذور ومضطر يوظف عمر كمال في المركز ده. فممكن نشوف مدافع كويس يعني طبعا، لان هجوم بلديه المحله هجوم ضعيف جدا، فانت عمر كمال ما اختبرش الاختبار الكبير، لكن ممكن يجي منه في المركز ده، وممكن النادي الاهلي يقدر يستغله في المركز ده الفتره اللي جايه. كمان في تغييره كمان، السوليه نزل مكان امام عاشور اللي عمل مجهود خرافي في الوقت اللي لعبه، وعمل اسيست وعمل ضربه الجزاء اللي جه منها الهدف الرابع. فكان طبيعي جدا ان انت تسحبه علشان تريحه وتنزل مكانه عمرو السوليه. كمان تغييره اكرم مكان محمد هاني، برضو دي تغييره مركز بمركز. اكرم لما نزل لعب مكان محمد هاني ناحيه اليمين، وكان افضل من محمد هاني في الناحيه الدفاعيه يمكن. وكمان في تغييره الشحات مكان كريم فؤاد في نهايه المباراه، ودي تغييره عاديه جدا، تغييره روتينيه. في كمان يا جماعه لقطه شفتها في اخر المباراه حابب اختم بيها، وهي لقطه بكاء طاهر محمد طاهر. يمكن طاهر محمد طاهر يا جماعه انا مستغرب جدا ان طاهر محمد طاهر، معلش يا طاهر طبعا انت صعبت عليا وانت بتعيط وكل حاجه، لكن هو انت بتعيط ليه يا طاهر؟ يعني انت قدمت ايه للنادي الاهلي او للفرقه علشان تعيط لما ما تلعبش مباراه بلديه المحله؟ ما قدمتش حاجه يا طاهر. وانا شايف الصراحه من وجهه نظري الفنيه انت وجودك في القايمه غلط اصلا. انت المفروض تبقى بره ال 18 اصلا. انت وجودك في القايمه بالنسبه لي ملوش لازمه. انت ما قدمتش اي حاجه للفرقه، ما تستحقش التواجد اساسي، ما تستحقش التواجد احتياطي. مع احترامي طبعا لدموعك، واكيد انا مقدر دموعك، ولكن يا طاهر لازم تقدم حاجه في الملعب علشان تجبر مارسيل كولر وتجبر جمهور النادي الاهلي انه يطالب ان انت تشارك اساسي. لكن طول ما انت بالمستوى ده دموعك مش هتخلينا ان انت تصعب علينا. لا يا طاهر، حسن من مستواك يا طاهر، هتفرض نفسك على اي مدرب. وما تعيطش يا طاهر لان انت صعبت عليا، بس ما ينفعش تكون انت ما بتعملش اللي عليك وتعيط عشان ما بتشاركش. ما هو طبيعي ان انت ما تشاركش. بس ده كان كل اللي معايا في حلقة النهارده. بالتوفيق للنادي الاهلي في مباراة يانج افريقيا ان شاء الله، ونحسم الصدارة، وان شاء الله باذن الله نخش على ماتش الكاس واحنا متأهلين في افريقيا، واحنا قريبين من صدارة الدوري، علشان نقدر باذن الله نقدم اداء كله ثقة في مباراة نهائي الكاس اللي ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يحسمها. بس ده كان كل اللي معايا في فيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك بشير سبسكرايب للقناة، سبسكرايب متابعة لصفحة الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.